تعالى اقول لك على اسرار التكييف بتاع عربيتك، حاجات مهمه جدا لازم تعرفها وتعملها باستمرار عشان تاخد اعلى كفاءه في الجو الحر الجامد ده جدا، وتحافظ على التكييف وتحافظ على موتور عربيتك. اول حاجه، اوعى تشغل العربيه وهي بارده وفجاه تروح مشغل التكييف مره واحده، ده خطا كبير جدا. سيب العربيه تسخن شويه وبعد كده شغل التكييف. كاوتش الابواب مهم جدا يكون سليم ومفيش اي قطعيات ولا في جزء ناقص. راجع على 4 ابواب، وعلى الشنطه برده مهم جدا. ده هيفيدك في حاجتين، هيقلل الاصوات اللي جايه من بره، وبرده هيقلل الضغط اللي جاي على كمبرسور التكييف ان هو يفضل شغال باستمرار عشان يعوض الهواء السخن اللي بيخش لك او بيدخل لك العربيه عن طريق القطع اللي موجود في الكاوتش بتاع الباب. نظف سربنتينه التكييف باستمرار عن طريق ضغط هواء او ضغط ميه يكون ضعيف. يعني ضغط ميه ما تروحش في المغسله وتمسك الخرطوم بتاع الغسيل وتدخله جوه الشبكه هنا، ده هيدمر لك الريش بتاعه السربنتينه وهيقلل الكفاءه. هتشغل اعاده تدوير الهواء الداخلي أو عشان تحافظ ان العربيه تبرد الهواء اللي هي بردته اصلا في العربيه، تعمل له اعاده تبريد تاني، ده هيديك اعلى كفاءه. هتغير فلتر التكييف وتنضفه باستمرار. هتشغل التكييف باستمرار حتى في فصل الشتاء مره كل اسبوع عشان تحافظ على الفريون والزيوت بتاعه التكييف. تفضل تفحص الفريون باستمرار، ولو ماشي في طريق كله تراب حاول تقفل الدوره الخارجيه بتاعه الهواء دي مؤكد عشان ما تدخلكش تراب وتبوظ لك التكييف بتاع العربيه. اوعى تشغل تكييف العربيه وانت ماشي على سرعه عاليه. اخر حاجه، اوعى تنسى وتنام جوه العربيه وانت مشغل التكييف. ربنا يحافظ عليكم.